أحمد شاب عنده 31 سنة، من سنين وهو عايش في حرب، بس الحرب دي محدش شايفها. كل صلاة يتنيه يعيد الوضوء لغاية ما يمكن الصلاة اللي بعدها تدخل، هو مصدق إنه متوضاش صح. يعيد قراية الفاتحة 20 مرة لأنه متأكد إنه ما قراهاش صح. وبعدين تيجي الأفكار، أفكار مش هو اللي اختارها، أفكار تيجي من غير إذنه وتروح وترجع. أفكار عن ربنا سبحانه وتعالى، أفكار عن الدين، عن حاجات تخليه يبكي من الخوف. كان بيقول لنفسه أنا مش كويس، أنا إيماني غلط، ربنا أكيد زعلان مني. وكان بيحس إن الأفكار دي عقاب من ربنا سبحانه وتعالى، وبيحاول يمحيها بأفكار تانية، بالوضوء وبالاستغفار وبالبكاء. واللي بيعاني منه أحمد اسمه الوسواس القهري. والوسواس القهري مش مجرد نظافة مبالغ فيها زي ما الناس بتتخيل، ده اضطراب في دايرة عصبية معينة في المخ اسمها الدائرة القشرية الشريطية، تبعت إشارة خطر مستمرة من غير سبب حقيقي، زي جرس إنذار حريق بيرن في بيت ما فيهوش نار. المريض بيحس بقلق شديد، بيحاول يخففه بطقوس زي الوضوء الزيادة، التكرار، الترتيب أو الإعادة. القلق بيخف لحظة ويرجع أقوى، وده بالظبط هو الفخ، لأن الطقوس دي مش بتعالج الوسواس، دي بتغذيه. وهنا يجي أجمل جزء في الحكاية. قبل 1100 سنة عالم مسلم اسمه أبو زيد البلخي كتب في كتابه مصالح الأبدان والأنفس عن الوسواس القهري بالاسم، ووصفه بالمرض العنيد، وأعطى علاجات تشبه بالظبط العلاج المعرفي السلوك الحديث. ده حصل قبل فرويد ب1000 سنة. فقهاء المالكية سموه بالشك المستنكح، يعني الشك اللي بيغلب الإنسان ومش قادر إنه يدفعه، وقالوا لا دواء له إلا اللهو عنه. يعني إيه؟ يعني علاجه إن إحنا نتجاهله مش الاستجابة ليه. ده كلام الفقهاء اللي اتقال قبل ما العلم الحديث يثبته بقرون. والأعظم من ده كله الصحابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أحدنا يجد في نفسه أفكارا لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم بها. يعني إيه؟ يعني بيجيله أفكار بيخاف منها لدرجة إنه يفضل إنه يتحرق ويبقى فحم على إنه يقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. المعنى هنا إن الفكرة اتكسرت لأنك رفضتها، وإن كونك بتتضايق من الفكرة ده في حد ذاته دليل إيمان مش دليل كفر. يا أحمد ويا كل أحمد بتسمعني دلوقتي، الأفكار اللي بتجيلك دي مش إيمانك ومش أنت، دي أعراض مرض زي الحمى للجسم بالظبط. والأفكار اللي أنت بتتضايق منها دي أكبر دليل إن قلبك رافضها. أنت مش محتاج تمحيها ومش محتاج تعيد الوضوء، أنت محتاج تتعلم تتجاهلها إزاي وتكمل حياتك. العلم الحديث بيقول إن أفضل علاج هو بروتوكول الERP، الإكسبوشر أند ريسبونس بريفنشن، التعرض ومنع الاستجابة، اللي بيعتبر المعيار الذهبي لعلاج الوسواس القهري. وده بالظبط نفس اللي قاله الفقهاء من 1000 سنة، لا دواء له إلا اللهو عنه. اطمن، في علاج وفي تعافي، وناس كتير اتعافت. بس الخطوة الأولى هي إنك تصدق إن اللي انت بتعانيه مرض مش ذنب. لو في أحمد في حياتك لما بتشوفه يعيد الوضوء كتير، أو لما تشوفه يرجع يتأكد من قفلة الباب عشرات المرات، أو لما بتسمع حد يقول أنا عندي أفكار بتخوفني، أرجوك ما تقولوش استغفر ربك، وما تقولوش ده وسواس شيطان اطرده، لأن الكلام ده بيزود ألمه مش بيخففه. قول له أنا سامعك، قول له إن ده مرض ودي علاج، ساعده يوصل لمتخصص. دي أعظم صدقة ممكن تعملها لحد بتحبه. من 1000 سنة فاتت علمائنا عرفوا إن في ناس بتتعب من جواها، وقالوا بوضوح إن ده مش ذنبهم. النهاردة العلم الحديث وصل لنفس الكلام. لو بتعاني انت مش لوحدك، ولو في حد بتحبه بيعاني الحل مش بعيد. الحلقة الجاية هنتكلم عن اضطراب الهلع، اللحظة اللي جسمك بيقرر فيها فجأة انك بتموت وانت في الحقيقة بخير تماما. سلام.